ازاي تحسب سعراتك وازاي هتبدا تروح بقى على اللينك ده في نفس الموقع وتخش تكتب calculate calories. هتخش تحسب السعرات الحراريه بتاعتك، هتكتب السن والطول والوزن، وبعد كده هيطلب منك 3 حاجات مهمه قوي. خلينا اشرحهم لك. اول حاجه معايا هيقول لك انت محتاج ان انت تحدد النشاط بتاعك. هل انت شخص بتتمرن مرتين في الاسبوع، او بتتمرن 4 مرات في الاسبوع، او شخص محترف بيتمرن 6 مرات في الاسبوع بجوده عاليه او بجوده متوسطه؟ كل ده بيفرق معاك في السعرات. يعني الشخص مثلا اللي بيتمرن يوم في الاسبوع مش زي الشخص اللي هيبقى بيتمرن 6 ايام في الاسبوع، حتى لو بيخس وعامل خفض سعرات فبتكون سعراته عاليه وبيحتاج بروتين عالي. حاجه تانية مهمه قوي خليني اشرحها لك بسرعه جدا. هيقول لك انت محتاج تخس ربع كيلو ولا نص كيلو ولا كيلو، ولا محتاج تزيد؟ طيب خلينا نبدا باللي بيخس الاول. لو انا محتاج ان انا اخس ربع كيلو، ازاي احط ربع كيلو او كيلو؟ هقول لك على حسب نسبه الدهون بتاعتك وحسب الهدف بتاعك. يعني الشخص مثلا اللي هو سكيني فات، او انت مثلا طالع لك كرش صغير في بطنك بس مش محتاجه انك تخس قوي، فمحتاجه انك تزيد عضل وجسمك يظبط وكده، فده محتاجه ان انت تخس ربع كيلو بس. لو انت الدهون عندك كتيره شويه معديه 30 مثلا، فمحتاجه ان انت تخسي اكتر من ربع كيلو، وليكن مثلا نص كيلو. اما لو شخص مثلا من 35 ل 40 الدهون بتاعتك، فمحتاجه تخسي كيلو في الاسبوع، فتبداي تضغطي على كيلو. بالنسبه للوزن برضو علشان تزيد محتاج تحدد هل انت شخص بيزيد دهون بسرعه، فمحتاج ان انت تزيد مثلا ربع كيلو، او شخص بيزيد دهون وعضل مع شيب كويس فمحتاج انك تزيد نص كيلو، او شخص هارد جينر صعب قوي انك تزيد فمحتاج انك تزيد كيلو في الاسبوع. على حسب نوع جسمك، وجرب وشوف كل اسبوع النتائج وشوف جسمك بيقولك ايه، وابدأ اختار الحاجة اللي تنفعك. بعد ما تخلص الكلام ده بتكتب كالكليت، وبيخش يجيب لك البروتين بتاعك، وبيخش يجيب لك الكارب والدهون والسعرات اللي انت محتاجها علشان تحقق الهدف بتاعك. فبتختار بقى حسب انت مثلا حابب الهاي بروتين او اللو كارب، او عايز تعمل كارب سايكل، وده اللي انا بفضله.